بحياة هيلع وبحق استغفار وبيوم عام يا أخ وبحياة هيلع يا من تسمعونني في وادي القرنين وبحق سيدكم وبحق مقبلكم فكوا قيد بنداعات فكوا قيد بنداعات. فين نقرب الفجر غادي يسمعوا الاهل ديال البلده صوت ديال التصفار اللي بقى واحد الوقت اللي طويل شي شويه بحال اللي تقول صوت ديال الريح فاش يكون مجاد وكيدير داك النوع ديال التصفار. ومنين سالا اليوم بداو هذوك الربعه كينطقوا هذوك الكلمات في وقت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى الشاب مغمض عينيه وهو كيترعد والجسد ديالو كتخرج اهتزازات اللي كتدل على الخوف. اما موراه كان هذاك الكائن الغريب وهو كيتحرك لجهته. هذا الكائن هذا كان متوسط الطول وما لابس عليه حتى شي حاجه، ولكن الحاجه اللي غريبه ان الجسد ديالو كامل مغطي بالزغب وفوق راسو بين هذاك الشعر كان خارج له واحد جوج قراون اللي صغار. اما بالنسبه لذاك الشاب كان لابس واحد الحوايج اللي غراب شي شويه باينه بانها ماشي من هذا العصر هذا، وحتى من الملامح ديالو كانت بدورها غريبه. اول ما طيح عينك على هذوك الملامح غادي تعطيك انطباع انه ماشي عربي، ولكن في نفس الوقت باش ما نكذبوش على الله هذوك الملامح عندها حقها من الوسامه. هادشي كامل في واحد المنظور اللي حتى هو بدورو واحد المشهد اللي غريب بزاف. كان هاد الشاب هذا واقف في واحد الغرفه اللي خاويه تماما من غير واحد الشمعة اللي كانت في الارض بجانب داك الشاب اللي كان مغمض عينيه وعاطي بظهرو لداك الكائن متبع التحذيرات اللي سمعها قبل ما يحضر داك الكائن. التحذير اللي كان كيقول خاصو يسد عينيه وما يشوفش موراه فاش يحضر الكائن واخا يوقع اللي وقع. كان الحوار بيناتهم بواحد اللغه اللي غريبه كتشبه اللغه العربيه يمكن الفارسيه. اشنو بغيتي البرهوش؟ خرجت هاد العباره بواحد النبره اللي خافته من داك الكائن اللي كان مورا هذاك الشاب. خلت تبوريشه في الجسد كامل. غادي يرد عليه الشاب بواحد النبره اللي كامله خوف. بغيت القوة المطلقة في هادشي اللي بقى لي من حياتي. غادي يقرب هذاك الكائن من الشاب حتى بقات بيناتهم مسافة اللي قليلة بزاف. غادي يقرب من الودن ديال الشاب وغيهمس ليه الا بغيتي القوة جاتك نعطيوك القوة ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن الا بغيتي السيطرة خصك تضحي بزاف ديال الحوايج غيقطعوا الشاب. انا موافق اذا ندور وشكل عندي وبلا ما تفتح عينيك ونفذ هادشي اللي غنقول لك بالحرف. نخليو هاد المشهد دابا غادي تنتقل بين الروايه لواحد المشهد اخر. غيدور يوسف عند صاحبه غادي يسولو شنو بان لك في السوق الاسبكيه. ممل لواحد الدرجه اللي ما كتصدقش. شنو نستافدو حنايا من محلات تتبيع كتوبه قديمه ما ساويه والو؟ جاوبو يوسف واش منيتك صاحبي هذيك راه الجنه صاحبي. تخيل معايا كل ما غادي تحتاج من كتوبه قديمه وبغرقها الصفر وريحتها اللي ما كتقاومش وداك الغلاف اللي غليظو كيحسسك بانك هز التاريخ كامل بين يديك وماشي غير كتاب وصافي. هذه اول مره يزوروا سوق الاسبكيه وكانوا كيسمعوا بان هاد البلاصه قديمه بزاف. بدا يوسف كيتخيل بدماغه كيفاش غادي تكون البلاصه تما. تصور في دماغه بان غيكون واحد السور اللي طويل بزاف بائعين الكتب مفرشين على طول هذاك السور، ولكن منين غيوصل غادي يشوف عكس داكشي اللي كان كيتصور. صف من المحلات الخشبيه وملاصقين مع بعضياتهم. حس براسو بحال جاي كيتقدى الخضروات ولا الديسير ماشي غادي يشوف الكتب ويشريهم. المهم على اي حال كان كيحاول يستمتع وهو كيتفرج ويشوف دوك الكتب اللي كان الحلم ديالو يشريهم شي نهار. اصلا هو تربى على المجلات ديال الرسوم فاش كان صغير كان كيقرا ميكي ماوس وبحال هاد المجلات. ومنين بدا كيكبر شي شويه بدا كيقرا روايات بوليسيه ورومانسيه وكيقرا حتى روايات ديال الرعب بحال هكذا. ولكن هاد المره قال لك غيمشي للسور الاسبكيه باش يشوف شي كتاب. خاصو يقرا شي كتاب اللي يكون كبير في الحجم وثقيل في الوزن. ما تعرف هذا الكتاب هذا يعطيه من العلم الوافر الكميه اللي كان كيحلم بها. مرحبا سيدي مرحبا تفضل. غيقول لي السميه ديال الكتاب وانا غادي نحضروا لك. كانت هذه عباره نتاع واحد السيد من بائع الكتب ليوسف. يوسف اللي ما كانش مولف يسمع هاد الهضره هذه من الناس اللي كيبيعوا الكتب. داكشي علاش اعتبرها مجرد صواب ولا شي حاجه بحال هكايا. داكشي علاش بالفعل غادي يمشي يقصد هذاك السيد. قال ليه مول المحل مرحبا سيدي تحت امرك شنو خاصك؟ جاوبو يوسف بغيت شي كتاب قديم. واخا مرحبا سيدي غير يقول لي السميه ديالو غادي نحضروا لك. قال لي
يوسف ما عرفتش الصراحه، والمهم كتاب. قال له البائع واش تطنز عليا ولا شنو؟ رد عليه يوسف لا لا لا, لا انا ما كنطنز عليك ما والو، بغيت اي كتاب قديم اللي كيهضر على شي حاجه مهمه وصافي، هادشي اللي بغيت. غادي تفرقع عليه مول المحل بالضحك حتى ولا وجه يوسف حمر بقوه ما حشم منه. باش تعرف شنو باغي اجي ديك الساعه انا تحت امرك، ديك الساعه اجي وطلب اللي بغيتي. غادي تحرك يوسف هو وصاحبه المحلات اخرى باش يشوفوا الكتب اللي عندهم. غادي يشوفوا في دوك المحلات خليط من بين الكتب دينية، كتب فضائح وكتب سياسية وكتب جنسية ومجالات أجنبية وعربية. ولكن رغم هاد الروينة كاملة ديال الكتب اللي لقى، كان يوسف حس في الداخل ديالو بخيبة الآمال، وحتى هو براسو عرف راسو بأنه أصلا ما عرف شنو بغا. هو صاحبو كيدورو ما بين دوك المحلات وكيقلبوا على شي كتاب قديم، واخا هو داخليا كان عارف أنه ما غادي يشري والو. المهم اللي ما شرا يتنساه شوية وغادي يقول ليه صاحبو أنا راه عييت أخويا، يلاه نمشيو نكسو في داك الكرسي الحديد ليه نجلسو نرتاحو شي شويه. رد عليه يوسف صبر زيد صبر عليه غير شي شويه، محل ولا جوج كاع بالكثره والله يجعل البركه نمشيو بحالنا. في هاد اللحظه بالذات ما تعرفوش مصادفه ولا شنو. المهم يوسف غادي يشوف هاد الراجل الشيباني جالس في الارض حتى المحل ديالو. هاد المنظر هذا ما عرفش علاش شد الانتباه ديال يوسف، وغادي يمشي يقصد هذاك المحل. السلام عليكم الحاج. غادي يهز داك الشيباني وجهه اللي كان عامر كله تجاعي لجهه يوسف. شاف يوسف باش غادي تبان عينيه اليسريه كاملها بيضة. وعليكم السلام ولدي، اسمح لي الحاج قول لي واش تتبع الكتب القديمه هنايا؟ غادي يضحك داك الحاج كتب القديمه ولدي؟ غادي يضحك واحد الضحكه اللي كتبين على الطيبوبه ديال مولاها. انا اصلا يا ولدي كما كتشوف ما عندي غير الكتب القديمه، قلب في الرفوف واختار اللي عجبك. يوسف ملي سمع هاد الهضره هادي بلا ما نخبي عليكم كان من الداخل ديالو فرحان، خصوصا غادي يقدر يشوف الاسماء ديال الكتب بلا ما يخلص حتى شي درهم. هادشي من غير انه اول مره يسمع قلب بين الرفوف، حيت اصلا في العاده انت فاش تمشي عند شي من المكتبه خصك انت تقول له سميه الكتاب وهو يقلب لك عليه، اما انت باش تقيس الكتوبه وتقلب راسك ممنوع. بدا يوسف كيقلب ما بين هذوك الكتب، وبالفعل غادي يلقى بزاف ديال الكتب. حادي الارواح الى بلاد الافراح، مذبحه القلعه برؤيه جديده، نظم الملك، العرائس التهاتفيه، انهيار الدوله البطليزيه. كان يوسف كيدوز يديه على كل كتاب باش يقرا الاسم ديالو، ولكن اللي شد الانتباه ديال يوسف هو واحد المجموعه الكتب اللي مربوطه بواحد القنبه اللي غليظه. كان الاثر ديال القنبه مطبوع على الغلاف الفوقاني ديال الكتب، وهذا الشيء كيبين بانه مده طويله وديك القنبه رابطه دوك الكتب. علم الله شحال من عام وهما بحال هكذا. مشى يوصل لديك المجموعه، قطع القنبه وبدا كيقرا دوك الاسماء الغريبه ديال الكتب: الهياكل السبعه، الدواء والترياق، الاجناس لصف بن بخيه، المنظومه السباعيه، شمس المعارف الكبرى، الاربعه الادريسيه، المفتاح الكبير لسليمان، دور المنظومه في السر الاعظم، النور المبين في تحضير القارين. ما عرفش يوسف السبب ديال ديك التبوريشن اللي شداتو من بعد ما قرا الاسماء ديال هاد الكتب هادو. وهنا غادي طيح عيني على واحد الكتاب اللي شد الانتباه ديالو اكثر من الكتب الاخرين. ما كانش كتاب بالمعنى ديال الكتاب اللي كنعرفو، بل كانوا عباره تقريبا على شي 7 الوراق كبار جامعهم واحد الخيط من الجهه اليمين. ولكن اللي خلى يوسف يستغرب اكثر هو منين نقاس داك الوراق كانوا من هذاك النوع اللي حرشو غليظ. كان مكتوب في الفوق ديال ديك الورقه الفوقانيه بواحد الخط اليدوي: روايه احمد بن اسحاق البغدادي. غادي يشوف يوسف صاحبه غيقول له: واش بالك في هاد الوراق هادو؟ وقال لي: اش من ورقه صاحبي الله يهديك، باينه الموضوع بحالو بحال خوتو، فلان بن فلان تلاقى بواحد السيد نهار الفلان الفلاني، ومن بعد الوالي امر بانهم يتذبحوا من بعد الخيانه ديالهم، تخربيق صافي لا غير. ثق بيا ما يعجبوكش دوك الوراق يلوحهم عليك. اصلا داكشي اللي غادي تلقاهم في دوك الوراق غادي تلقاهم في بزاف ديال الكتب ديال المقررات الدراسيه، بحال اللي قرينا في الثانويه، اولا بحال هاد المواضيع كانوا كيهضروا كاملين على نفس الموضوع: اغتيال ولي عبد النمسا على يد طالب سربي. وهاد التخربيق بحال هكذايا. غادي يجاوبوا صاحبه باستهزاء. رد عليه يوسف: ولكن انا ما عرفتش انايا هاد الوراق هادو باين النوع ديالهم قديم وقديم بزاف، وشكون عرف يقدر يكونوا نادرين، وهادشي ربما كيدل بان الثمن ديالهم غادي يكون غالي بزاف. باينه اصلا ما غاديش نقدر نشريهم، فينا وما عندي فلوس ومن بعد باش نشريهم. عرفتي شنو غدير؟ خلينا بعدا نسولو داك الشرف على الثمن ديالهم، نشوفوا شحال داير هاد العجب هذا. الحاج شحال الثمن ديال هاد الوراق هادو؟ غسليس في دوك الرزمه ديال الوراق باش زعما يقدر يشوفهم داك السيد مول المكتبه. جابوا داك الراجل بلا ما يهز راسو، جاوبوه إجابة عادية: 10 جنيهات. رد عليه يوسف: شنو قلتي؟ 10 جنيهات؟ واش هادشي اللي سمعت؟
يا ولدي 10 جنيهات، اي كتاب تما، اي كتاب لقيتي، اي حاجه لقيتيها ب10 جنيهات، عزلو تخيل. يوسف غادي يدور عند صاحبو غادي يقول ليه صافي انا غادي نشري هاد الوراق هادو. صاحبو الصراحه ما عجبوش الحال، خصوصا ان يوسف تراجع في الكلام ديالو، كان غادي يعترض ويمنعو، لولا ان يوسف حشا يديه في جيبو وجبد 10 دراهم وعطاها لداك الحاج. ولكن داك الحاج بقى بحال هكذايا ما تحركش اصلا، بحال تقول ما كيشوفش كاع النظر ديالو ما كاينش. قال لي يوسف هاكا الحاج شد تخلص. هز الحاج يديه الفوق وهو كيحاول يقلب على اليد ديال يوسف باش يجبد الفلوس ويتخلص. قال لي يوسف اسمح لي يا ولدي، الصحه كما كتشوف راه مشات وما كنشوفش مزيان بعيني الوحيده، راك عارف الانسان منين كيكبر راه كيضعف. غادي يقول يوسف في راسو بلاتي بعدا، باينه اصلا انه ما شافش الكتاب اللي خديت، داكشي علاش اصلا قال لي 10 جنيهات، باينه ان الثمن ديالو غالي وغالي بزاف، حيت الشوف ديالو قليل، ما شافش اصلا اش من كتاب سولتو عليه. صفقه رابحه بالصراحه. غادي ننتقل بينا المشهد عاوتاني لجهه اخرى بعد ما شرا يوسف هذوك الوراق. يوسف جالس قدام البيسي ديالو كيف عادته ما كيدير حتى شي حاجه، من غير انه كيدخل مره الام اس اي ولا كيدخل كيتفرج في مسرحيات او فيديوهات وكيكتب مره تعليقات على داكشي اللي كيتفرج فيه. كيبقى على هاد الحاله هادي حتى تطلع الشمس. كانت هادي العطله نتاع نص العام، ما بقى لها والو، هي ايام قليله وغادي تسالي. هاد العطله اللي دوزها يوسف كامله قدام البيسي اولا الدوران في القهاوي في الليل مع صحابو حتى يطلع الصباح. كانوا كيشربوا كميات كبيره ديال المنبئات، اتاي ولا القهوه بلا حتى شي سبب واضح، كيهضروا شي مواضيع تافهه واصلا ما عندها حتى شي معنى. واحد الليله عاديه وبينما يوسف جالس قدام البيسي ديالو سهران كيف عادته. عندكم تسمعوا شي بيسي حسب لكم شي بيسي جيمر ولا شي حاجه، كانوا شحال ديال بيتيوم دو ولا كات يلا كيحلك شي حاجه خفيفه بحال الايمايل ولا يوتيوب، المهم شي حاجه خفيفه وصافي. على اي حال كان الفجر بقالو غير شي ساعه تقريبا، غادي يوصل ليوسف واحد الميساج من الايمايل نتاع واحد الشخص اللي كيطلب يدوي معاه. هذا الشخص اللي غادي يعرفو يوسف انه صاحبو اللي مشى معاه لسوق الاسبكيه. قال لي يوسف اش خبارك، مالك مصيفط لي انايا، علاش ما تصيفطليش في الام اس اي؟ رد عليه صاحبو الحمد لله، وفين هاد الشي غبرتي علينا صاحبي، مده ديما شفناك، مده ما شفتيني، الله يهديك رجع الله. يلا والبارح كنت معاك في سوق الاسبكيه، واش تطلع عليا ولا شنو؟ اقول لي قريتي دوك الوراق اللي شريتي ولا باقي؟ شنو بالك في داك الشيء، عجبك ولا غير تخربيق كيما قلت لك؟ اغتيال ولي عبد المسا على يد الطالب الستربي وداك التخربيق. جاوبو يوسف والله الا فكرتني فيهم كاع مازال ما قريتهم، ولكن ان شاء الله في اقرب وقت غادي نحاول انني نقراهم. من بعد غادي يكملوا الهضره ديالهم بحال اي جوج صحاب كيهضروا في مواضيع خاويه راكم عارفين. من بعد ما سالوا الهضره حس يوسف بانه باش يرضي نفسه على دوك الجنيهات اللي عطاه على دوك الكتاب خاصو على الاقل يقراه ويشوف علاش كيهضر. هنا ناض باش يجيب داك الوراق ويحطهم قدامه، 7 ديال الوراق من الحجم الكبير. حتى في شي بلايص في هاد الوراق هادو كانوا شي عبارات بحال اللي تقول متداخلين، ولكن بشويه ديال الجهد كان يمكن انك تقرا هاد الكلمات هادو وهاد العبارات. عن روايه احمد ابن اسحاق البغدادي رحمه الله واسكنه فاسح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو الحليم، خالق الجبال وقاهر الجبابرة، ملك السماوات والارض، رافع السماوات بغير أعمدة، وفقنا الله يوم النفخ في الصور ويوم العرض عليه، أدخلنا جناته وحفظنا من النار. كتاب سيدي وشيخي العلامة ابن إسحاق في كتابه كنز الرحلة بعنوان مدينة الموتى في فصل رحلته إلى مصر. وكان غادي في واحد القرية من القريات ديال الصعيد، وكان العيا تمكن منه بزاف، وغادي يشوف قدامه واحد السور اللي طويل بزاف، وهذا السور هذا كان متوسط واحد الباب اللي كبير. غادي يقرب من داك الباب باش غادي يشوف على داك السور كلمات منقوشة بواحد الطريقة اللي زوينة، كانت مزخرفة، مكتوب يا معشر الجن والإنس لا تقربوا من هذه البلدة لأن الأهل ديالها نائمين إلا أن تقوم الساعة، فإذا دخلتم لها اليوم فالله يرحمكم، وإلا ما دخلتوا لهاش فبلا ما تذكروها حتى شي واحد آخر ولا توريلو البلاصة ديالها، ولكم على هذا السر يوم الحساب جزاء من عند الله. وغادي يسولكم الله عز وجل كيفاش حتى حفظتوا على السر ديال هاد البلدة هادي. هنا ابن إسحاق بطبيعة الحال وهو ما قدرش يتمالك نفسه ويشد الفضول ديالو، ربط الناقة ديالو مع السور وغادي يدخل من الباب الحديدي الكبير ديال المدينة وبدا كيتمشى بوحدو. كانت هاد البلدة هادي ولا هاد المدينة هادي بحال
اي مدينه اخرى، والحوانت مفتوحين. ولكن الحاجه اللي غريبه انه ما كان حتى شي حد فيها. بقى كيتمشى ابن اسحاق مستغرب في هذه المدينه هذه، اش هاد الغرابه هذه. حتى فجاه غادي يخرج ليه واحد السيد من واحد الحانوت، كانت عنده واحد اللحيه اللي كحله وطويله، وكان الجسد ديالو عامر يعني صحيح، وكان ابيض البشره، وكان هاز في يديه اليمينيه واحد العصا اللي كبيره. جا قصد ابن اسحاق وعرض عليه يمشي معاه لدارو ويرتاح عنده. غادي يعرف براسو، انا محمد السالمي، انا هو الحاد ديال هاد المدينه هادي، يعني السيد اللي كيدفن في المقابر. غادي يعاود ليه على القصه ديال هاد المدينه هادي، وان واحد المرض غريب هو اللي قتل كاع الناس اللي كانوا في هاد المدينه هادي. غادي يدخل هو وابن اسحاق للدار ديالو. من بعد ما جلسوا طلب منه انه يعاود له على كيفاش حتى ماتوا الناس ديال المدينه كاملين بداك المرض. وهنا غادي يبدا يعاود ليه السيد واحد القصه اللي كانت غريبه وعجيبه. من سنين طويله كانت هذه المدينه هذه مزدهره، وكانوا بزاف ديال التجار من كل البلدان، من كل المدن، ومن كل الاجناس كيجيو ليها. حتى لواحد النهار غادي يجي واحد الشاب من فارس، كان سميتو هاد السيد هذا الحي ابن قصاب. هاد السيد هذا كان كيقدر يدير العجب. تخيل معايا، كان كيقدي يمشي فوق الماء، وكان كيجري فوق الهواء، وكان كيقدي يرد الماء يردو عسل. واحد النهار غادي يجمع الناس ديال هاد المدينه هادي وقال لهم شوفوا، انا غادي نتعامل معكم واحد التعامل اللي مزيان. انا نقدر نحول الفقراء الناس لاباس عليهم، وباش نثبت لكم الصحه ديال الهضره ديالي عطيونا 4 ديال الناس من هاد المدينه هادي، وغادي تشوفوا على عينيكم. وغادي تقدموا عنده واحد 4 ديال المتطوعين، وكان واحد سميتو احمد بن يزيد. كان هذا كيصايب الزرابي والحصير في المدينه. الاخر كان سميتو يوسف العطار، والاخر سميتو احمد ابن ابراهيم ابن محمد. وواحد الدري باقي صغير فقير حتى هو سميتو اسماعيل الحلاج. غادي يطلب منهم هذاك الشاب الفارسي انهم يمشيو معاه للدار اللي كان شرا منين وصل لهاد المدينه هادي. من بعد الفجر غادي يخرجوا دوك الفقراء 4 من الدار ديال هذاك الشاب الفارسي، وبالفعل غادي يدوزوا مع هذيك الليله مجموعين حتى الفجر. والفارسي ما خرجش معاهم كاع، وما بقيناش عاودنا شفناه كاع. كان كل فقير هاز في يديه واحد السر اللي كبيره. هاد السر هادي نتاع شي خزنه تحت دار كل واحد فيهم. كانت هاد الخزنه هادي فيها بزاف ديال الذهب وبزاف ديال الفضه وشي حوايج اللي نادره الصنع. المهم اخرتها حاجات اللي ثمينه. غادي تدوز 7 ايام على هادشي، حتى غادي تنقطع الاخبار على احمد ابن يزيد. عليها غادي يمشيو عنده شي ناس من الاهل ديالو، بحال تقول بحال من الاقارب ديالو. دخلوا عليه باش غادي يلقاوه كيخرج من فمو واحد السائل اللي بيض، وكان كيدوي بشي كلمات اللي غراب، بحال كيدوي معاه شنو داكشي اللي كان كيدوي معاه ما معروفش، حيت اصلا في هذا الوراق هادو ولا هاد المخطوطه هادي مسوع داكشي ما باينش مزيان. المهم طاح الارض وطلعت ليه السخانه بزاف، وبدا كيتشكى باللي شاف في الحلم 4 ديال الرجال اللي طوال والوجه ديالهم كحل وصلع الرأس وعينهم حمر. هزوه حطوه فوق واحد الحجره وقرب واحد منهم، وعاوتاني ما بينش شنو مكتوب في هذه المخطوطه هذه. من بعد غادي يذبحوا الراجل من الودن للودن. من بعد ما قراو عليه واحد الكلمات، حاولوا داك الناس اللي جاو عنده انهم يسعفوه ولا يبردوا له السخانه، ولكن بلا فايده. منين قرب الفجر غادي يسمعوا الاهل ديال البلده صوت ديال التصفار اللي بقى واحد الوقت اللي طويل شي شويه، بحال اللي تقول صوت ديال الريح فاش يكون مجهد وكيدير داك النوع ديال التصفار. ومنين سال داك الصوت غادي يخرج من النيفو الفم والعينين ديال احمد بن يزيد شلالات ديال الدم، وبقى على داك الحال حتى مات غارق في دمه. من بعد 7 ايام على هاد الحادثه هادي غادي يوقع لأحمد ابن إبراهيم ابن محمد نفس الشيء اللي وقع مع أحمد بن يزيد، وغادي يعاود لنا على نفس الحلمة اللي عاود لنا نيت أحمد بن يزيد، أنهم هزوا 4 الرجال وحطوا فوق واحد الحجرة وذبحوهم من الودن للودن. ومع جوايه الفجر سمعنا عاوتاني بحال الصوت ديال التصفار، وغادي يخرج لأحمد ابن إبراهيم ابن محمد حتى هو الدم من فمه، وبقى على داك الحال حتى مات. وجزء آخر عاوتاني من داك الورقة ولا ديك المخطوطه ما كاينش، ما بينش شنو مكتوب كاع، بحال مسوح.
سمعنا الصوت ديال التصفار وعرفنا ان يوسف العطار حتى هو غادي يموت. وبالفعل بدا كيخرج من فمه ونيفو وعينيه شلال ديال الدمايات حتى غادي يموت حتى هو. طلع علينا داك الصباح باش غادي نشوفو اسماعيل الحلاش خارج من المدينه وهرب. سولناه فين غادي ولكن ما جاوبناش، الله يرحمه ويغفر عليه حتى هو. من بعد سيمانه على هاد الشيء ولا 7 ديال الليالي غادي يمرضوا اهل البلده كاملين بواحد المرض اللي غريب. كل واحد فينا كيطيح الارض وكيبدا يتصرع والدم كيخرج له من الفم ديالو حتى تيموت. حنا ما كنا فاهمين شنو هو هذا المرض هذا الغريب اللي ضرب هاد البلده هادي وصفاهم كاملين واحد مورا الاخر. حتى بقيت انا بوحدي هنايا وعيناتني الحكومه المصريه على اساس على هاد البلده هادي نهتم بها حتى تجي الحكومه وتوزع الاملاك ديال هاد البلده هادي. غادي يطلب هاد اللحاد هذا من ابن اسحاق انه ينعس حيت صافي راه طاح الليل. غيفرج ليه واحد البلاصه وغادي ينعس قريب ليه النيت. غادي يفيق ابن اسحاق ولكن ما غادي يلقى حتى شي واحد معاه في الدار. ما لقى قدامه غير واحد 2 وراق اللي مكتوب فيهم بسم الله الذي لا يضر بجواره بل اسمه شيء في الارض ولا في السماء. منين جمع داك الفارسي او داك الساحر داك الفقراء الربعه خلاهم يحفظوا هاد الكلمات هادو. سمام عطولا فقط شبينا يا انسان إلياس فادش احرق كل من عصى أمرك بحق استغفار وبيوم عم يا أخ وبحياة هيلع وبحق استغفار وبيوم عم يا أخ وبحياة هيلع يا من تسمعونني في وادي القرنين وبحق سيدكم وبحق مقبلكم فكوا قيد بن دعات فكوا قيد بن دعات في ديارات إسماعيل بق حتى إذا أحضرتم أحرقكم المولى بحق وصيل مشموم الشرطائيل مقهوني من خشمة بهدار مخلبي. من بعد ما حفظهم هاد 4 الكلمات غادي يشري واحد الشمعة وغادي يحطها وسطهم. قال لهم الا وصل اللهيب ديال هاد الشمعة هادي للسقف يعني ان المريض حضر. اما الحي ابن القصاب فكان جالس بعيد عليهم بحال تقول خافوا وبعد عليهم. بداو هادوك 4 كينطقوا هادوك الكلمات في وقت واحد. فجأة الحي ابن القصاب بدا كيدوي بالجهد أريقة أريقة فليقة فليقة حليقة حليقة أتوني مستكين 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 احضروا أينما كنتم احضروا فإنكم محاطين بهم من كل جانب سمساء الهواء يا حماقي المخلبي ارجعوا يا جنود المارد فككم يا حالق فككم يا حالق نخدما بما قال سمسائيل أن تأتينا احضروا يا جنود المارد لتكونوا الجيش الأعظم الوحي الوحي العجل العجل الساعة الساعة احضروا بحق المخلبي. اللهيب ديال الشمعة في هذه اللحظة هذه غادي يوصل للسقف ديال الغرفة يعني أن المريض حضر وغينفذ الطلبات ديال هاد الساحر هذا. بقاو في ديك الدار حتى طلع الفجر وما عرف حتى شي حد شنو وقع في داك الدار. الفقراء 3 راه ماتوا اما الرابع راه هرب وما بقينا عارفين عليه حتى شي حاجه. عاوتاني جزء اخر من المخطوطه مطموس ما بينش. كنطلب منك اخويا قبل ما تكمل الرحله ديالك تمشي للمقابر ديال البلده اللي غادي تلقاهم في الاخر ديال الصف ديال الحوانيت شرق البلدة وتقرأ الفاتحة على الموتى ديال هاد البلدة هادي ودعي معاهم بالمغفرة. منين سالا الشيخ ابن إسحاق القراية ديال هادوك 2 وراق غادي يخرج من الدار ديال داك السيد غادي يقصد شرق البلدة. بالفعل غيلقى تما المقابر ديال هاد المدينة هادي. غادي يوقف قدام دوك المقابر باش يدعي لأصحابها بالمغفرة. يلاحظ واحد الحجرة بحال تقول الشاهد ديال القبر كانت محطوطة على واحد القبر كان مكتوب فيها محمد السلمي اللحاد أدخل الله فاسح جناتي. انا غادي يحس ابن اسحاق بشي حاجه ماشي تالتما. بلاتي كيفاش هذا اصلا ميت وكان كيدوي معايا. انا غادي يخرج ابن اسحاق هربان من المدينه غادي يركب فوق الناقه ديالو وغادي يهرب.